في عالم الطب غالبا ما نرى الباحثين يتصرفون تماما مثل المحققين. الفكرة هنا هي العودة بالزمن إلى الوراء لحل ألغاز معقدة وتتبع خيوط الأمراض. في هذا الشرح سنقوم بتفكيك كيفية بناء ما يعرف بدراسة الحالة والشواهد، وكيف يمكن لهذه النظرة الاستقصائية إلى الماضي أن تنقذ الأرواح فعلياً. حسناً، لنلقي نظرة سريعة على خارطة الطريق الخاصة بنا. سنبدأ بفهم ماهية دراسة الحالة والشواهد، ثم ننتقل إلى المنهجية التراجعية. بعدها سندخل في الجانب الرياضي المتمثل في نسبة الأرجحية، ثم سنطبق ذلك على أمثلة واقعية، ونختتم أخيراً بالعيوب والقيود. لنبدأ بالقسم الأول، ما هي دراسة الحالة والشواهد؟ دراسة الحالة والشواهد، أو كما تعرف بالمصطلح الألماني Fall Control Studie، هي ببساطة دراسة رصدية تراجعية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الدراسة تبدأ والنتيجة موجودة أمامنا بالفعل. تتم هنا مقارنة مجموعة من المرضى المصابين بمرض معين ونسميهم الحالات بمجموعة أخرى لا تعاني من هذا المرض ونسميهم الشواهد. الهدف الأساسي من هذه العملية هو البحث عن عوامل الخطر في الماضي. الشيء المثير للاهتمام فعلا في هذا النهج هو التناقض الصارخ الذي يعتمد عليه. نحن نضع المرضى والأصحاء وجها لوجه. مجموعة الحالات هم الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بالفعل، بينما الشواهد هم أفراد أصحاء تماما وخالون من المرض. هذا التباين الواضح هو نقطة الانطلاق الأساسية لكل أعمال التحري التي ستتبع. ننتقل الآن إلى القسم الثاني لنتحدث عن المنهجية التراجعية. النقطة الحاسمة والجوهرية هنا هي اتجاه الزمن. على عكس الدراسات المستقبلية التي تراقب ما سيحدث في المستقبل، تفرض هذه المنهجية على الباحثين العودة إلى الماضي. تبدأ العملية أولاً بتقسيم الأفراد حسب النتيجة الصحية، يعني مرضى مقابل أصحاء، ثم نعود بالزمن تماماً مثل إرجاع شريط سينمائي لنحدد ما إذا كانوا قد تعرضوا لعامل خطر معين أم لا. وصلنا إلى القسم الثالث، الجانب الرياضي ونسبة الأرجحية. نسبة الأرجحية، والتي نطلق عليها أيضاً Chancenverhältnis، هي المقياس الأساسي للخطر المستخدم هنا، لنعتبرها بمثابة العدسة المكبرة التي تقرأ البيانات. هي ببساطة تقارن بين احتمالية وقوع حدث ما في مجموعة تعرضت لعامل الخطر، وبين احتمالية وقوعه في مجموعة لم تتعرض له على الإطلاق. لتوضيح الصورة بشكل أفضل، لنتخيل شبكة كلاسيكية ثنائية الأبعاد أو جدولا من 4 خانات. نحن نفرز كل بيانات المرضى إلى 4 فئات بسيطة جدا: ألف، باء، جيم، دال. الفئة ألف تمثل المرضى المعرضين للخطر، باء للأصحاء المعرضين، جيم للمرضى غير المعرضين، وأخيرا دال للأصحاء غير المعرضين للخطر. من خلال عملية ضرب تبادلي بسيط جدا لهذه الخانات يمكن حساب نسبة الأرجحية بدقة. نضرب الخانة ألف في دال ونقسم الناتج على ضرب باء في جيم. كل ذلك يتم بسلاسة وبدون الحاجة لأي معادلات جبرية شديدة التعقيد. قراءة الرقم الناتج من هذه المعادلة أمرا مباشر للغاية. إذا كان الرقم أكبر من 1 فهذا يعني أن التعرض يزيد من فرصة الإصابة بالمرض. أما إذا كان الرقم أقل من 1، مثل تأثير تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية، فهذا في الواقع يشير إلى تأثير وقائي إيجابي. وملاحظة في غاية الأهمية هنا: نحن نحسب الأرجحية أو الاحتمالية وليس الخطر النسبي الحقيقي، لأن حساب الخطر النسبي يتطلب دراسة مستقبلية تتابع الأفراد للأمام. القسم الرابع، أمثلة واقعية. لننقل هذه الأرقام إلى أرض الواقع. لنأخذ بيانات حقيقية تبحث في العلاقة بين التدخين والأورام. نملأ جدولنا كالتالي: 100 مدخن مصاب بورم في الخانة A، و200 مدخن غير مصاب في الخانة B، وفي المقابل 50 غير مدخن مصاب في الخانة C، و400 غير مدخن سليم في الخانة D. هكذا تتبلور أهمية الجدول بشكل عملي. والآن عند إجراء الحسبة السريعة 100 ضرب 400 ونقسم الناتج على 200 ضرب 50، النتيجة 4. رقم مذهل وقاطع. هذا الرقم يثبت بوضوح أن المدخنين لديهم فرصة أكبر ب4 أضعاف للإصابة بورم مقارنة بغير المدخنين. إليكم لغزاً طبياً آخر، هذه المرة من عالم الوبائيات الدوائية. دراسة كندية ركزت على مرضى يتناولون دواء مميعا للدم يسمى كلوبيدوغريل مع أدوية شائعة لحرقة المعدة تعرف بمثبطات مضخة البروتون. السؤال الجوهري كان:
هل خلط هذين الدوائين يتسبب في الإصابة بنوبة قلبية ثانوية؟ من بين إجمالي 618 مريضاً عانوا للأسف من نوبة قلبية ثانية، وجد الباحثون أن 194 منهم كانوا قد تناولوا دواء المعدة المذكور. بالمقابل، في مجموعة مقارنة سليمة التي ضمت مرضى لم يتعرضوا لنوبة جديدة، كان هناك 734 مريضاً تناولوا الدواء. هذه الأرقام هي بالضبط ما نحتاجه لإجراء عملية حساب لنسبة الأرجحية مرة أخرى واستنتاج حجم الخطر. لكن ما هو التفسير البيولوجي وراء هذا التفاعل؟ السر يكمن في مسار استقلابي مشترك داخل الكبد، فكل الدوائين يحتاجان إلى نفس الإنزيم الكبدي الدقيق ليعمله. وما يزيد الطين بلة هو التفاوت الجيني الذي يجعل هذا الإنزيم يعمل بكفاءة عالية عند البعض وبكفاءة ضعيفة عند البعض الآخر. كما أظهرت البيانات التاريخية أن بعض أدوية المعدة مثل أوميبرازول تؤثر سلبا وتتداخل مع دواء القلب، بينما أنواع أخرى لا تفعل ذلك. هذا العمل الاستقصائي الذي ينظر إلى الماضي أمر بالغ الأهمية، فهو حرفيا ينقذ الأرواح. لقد كشفوا أيضا عن تركيبات دوائية خطيرة جدا مثل التفاعلات المميتة التي لوحظت عند الجمع بين أدوية الاستاتينات والفبرات، والتي أدت للأسف إلى حالات انهيار عضلي حاد ومميت. نصل الآن إلى القسم الخامس والأخير، العيوب والقيود، لأنه لا توجد منهجية بحثية خالية من العيوب. بما أن الباحثين يعتمدون هنا على ملفات الماضي وذاكرة المرضى، فإن هذه الدراسات عرضة بشكل كبير للتحيز أو ما يعرف بفرص التشويه. ومن القيود البارزة أيضا عدم القدرة على حساب الخطر النسبي الحقيقي وصعوبة إثبات السببية الصارمة بشكل قاطع، فهي غالبا تعطينا ارتباطات تثير الشكوك بقوة، لكنها لا تؤكد السببية الحتمية. أضف إلى ذلك التحدي الهائل المتمثل في محاولة إيجاد مجموعتين من البشر تختلفان عن بعضهما في سمة واحدة فقط. وفي الختام، إذا كانت الدراسة التراجعية لا تكشف لنا إلا عن احتمالية وجود المشتبه به في مسرح الجريمة، فكم عدد النظرات إلى الوراء التي يتطلبها الأمر لنثبت أخيراً وبشكل قاطع أنه هو من ضغط على الزناد؟